اليوم غادي نشوفوا أغلى وأرخص عملة ورقية مغربية تباعت في مزاد على موقع سي جي بي في هاد السنة ديال 2024. غادي نشوفوا بزاف ديال العملات المغربية الورقية اللي كان البعض كيظن أنهم كيسواو أثمنة كبيرة، لكن في الحقيقة كيسواو أثمنة رخيصة كما غادي نشوفوا في بداية هاد الفيديو. وفي الجزء الثاني غادي نشوفوا الأوراق النقدية المغربية القديمة اللي تباعت بأثمنة كبيرة، واللي البعض ايضا كان كيظن انها كتسوى اثمنه رخيصه. وغادي نشوفوا اغلى ورقه نقديه مغربيه تباعت في مزاد على موقع سي جي بي في هذه السنه ديال 2024. فقط تابعوا معنا وما تنسوناش من الدعم ديالكم باشتراك في القناه واعجاب بالفيديو. اولا غادي نبداو بهاد 5 فرنك المغربيه، اصدار سنه 1944 اللي تصدرات في فترة الاستعمار الفرنسي للدولة المغربية. كما كتشوفوا فهاد الورقة هذه الحالة ديالها سيئة، وكتعتبر هي أرخص عملة مغربية قديمة تباعت في سنة 2024، وتباعت فقط ب 4 يورو اللي هي 40 درهم مغربية، وتم التقييم ديالها ب 6 يورو. هاد الأوراق النقدية هادو كيكون الثمن ديالهم طالع نورمالمون، لكن هاد الورقة هادي حيث الحالة ديالها هي في حالة سيئة، فالثمن ديالها كما كتشوفوا هو هذا، لأن الحالة الخارجية ديال الورقة كتلعب دور كبير في الثمن ديالها. الورقة الثانية اللي معنا اليوم هي هذه الورقة هذه، وهي 10 دراهم إصدار سنة 1963، عليها صورة الملك الراحل محمد الخامس، وبالجانب ديالو صومعة حسان بالرباط. كما كتشوفوا في الصورة فهاد الورقة هذه الحالة ديالها سيئة جدا، ورغم ذلك فالخبراء في الموقع قاموا بالتقييم ديال هاد الورقة هذه ب10 يورو، وتم البيع ديالها ب5 يورو اللي كتساوي تقريبا واحد 50 درهم مغربية. ثالث أرخص ورقة مغربية معنا اليوم هي هاد الورقة هذه ديال 10 دراهم إصدار سنة 1985. هاد الورقة هذه كما كتعرفوا فهي فيها جوج ديال النسخ، نسخة ديال 1970 ونسخة ديال 1985. هذه في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. فالورقة كما كتشوفوا ما زالت في حالة جيدة جدا، وتم التقييم ديالها من طرف خبراء الموقع ب 12 يورو اللي هي 120 درهم مغربيه. لكن بعد المزايده ديال 4 ديال الناس تم البيع ديال هذه الورقه هذه ب 7 يورو اللي كتساوي 70 درهم مغربيه. رابع ارخص ورقه معنا اليوم هي هاد الخمسة دراهم المغربيه في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، اصدار سنه 1970. هاد الورقه هذه كما تشوفوا ما زالت في حاله جيده جدا، او بالاحرى ما زالت جديده. فهاد الورقه هذه تم التقييم ديالها 15 يورو 150 درهم مغربيه، لكن بعد المزايدات ديال 5 ديال الناس تم البيع ديال هاد الورقه هذه فقط ب 7 يورو اللي هي 70 درهم مغربيه. وخامس ارخص ورقه معنا اليوم هي هاد 20 درهم المغربيه في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وفي الجنب ديالو مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء. هاد الورقه هذه تم الاصدار ديالها سنه 1996 وما زالت متداوله لحد الان مازال كنشوفوها في المعاملات التجاريه والنقديه ديالنا، لكن اغلبها كتكون الحاله ديالها سيئه. لكن هاد الورقه هذه كما كتشوفوا فالحاله ديالها ما زالت في حاله جيده جدا. ولان هاد الورقه ما زالت متداوله فالموقع فقط قام بالتقييم ديالها ب 10 يورو، وتم البيع ديالها ب 5 يورو اللي هي 50 درهم مغربيه. سادس ارخص ورقه مغربيه معنا اليوم هي هاد الورقه هذه ديال 100 درهم الحسن الثاني، اصدار سنه 1987. وهاد الورقه كما شاروا ليها هنا فهي تم الطباعه ديالها سنه 1991، لكن كيبقى اصدار سنه 1987 في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. هاد الورقه هذه مازال متداوله ليومنا الحالي ومعروفه بهاد الصوره هذه ديال المسيره الخضراء. تم التقييم ديالها ب 15 يورو اللي هي 150 درهم مغربيه، وتم البيع ديالها فقط ب 11 يورو اللي هي 110 دراهم مغربية. آخر أرخص ورقة معانا اليوم هي هاد الورقة ديال 50 درهم 3 ملوك. هاد الورقة هادي تم التقييم ديالها ب 20 يورو، وتم البيع ديالها ب 16 يورو. هاد الورقة هي ورقة تذكارية
مغربية تم الإصدار ديالها سنة 2009. وكيظهر لنا فيها صورة 3 ملوك: الملك الجد المحمد الخامس، والأب الحسن الثاني، والابن محمد السادس. وكانت مناسبة ذكرى ال50 لتأسيس بنك المغرب. وهادو هما الأوراق النقدية المغربية اللي كتعتبر أرخص أوراق نقدية مغربية تم البيع ديالها في مزادات على موقع سي جي بي في هاد السنة هادي ديال 2024. الآن ندوزو الأوراق النقدية المغربية اللي تم البيع ديالها بأثمنة كبيرة، وغادي نشوفو من بينها أغلى ورقة نقدية مغربية تباعت في هاد السنة ديال 2024 في مزاد على موقع سي جي بي. الورقة اللي غنبداو بها هي هاد الورقة ديال 20 درهم المغربية التذكارية بالمناسبة ديال تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش سنة 2019. في هاد الورقة كما كتشوفوا ماشي عادية، مكتوب عليها هنا سبيسيمين في جوج مواضيع، تعني انها نموذج وتصدرات كنموذج وليس مثل الاوراق العاديه اللي كنشوفوا حاليا. هاد الورقه هذه كتعتبر نادره، وتم التقييم ديالها من قبل خبراء الموقع ب 240 يورو، وتم البيع ديالها ب 330 يورو، يعني 3300 درهم مغربيه، بعد ما تزايدوا عليها 7 ديال الناس. ثاني اغلى ورقه معنا اليوم هي هاد الورقه هذه ديال 500 فرانك. هاد الورقه هذه ماشي في الحاله ديالها الجيده، لكن تم التقييم ديالها ب 600 يورو، وتم البيع ديالها ب 1700 يورو، اللي كتساوي تقريبا 17000 درهم مغربيه، وتزيدوا عليها 9 ديال الناس. يعني هاد الورقه هذه فهي جد مطلوبه. اللي عنده هاد الورقه هذه اللي تم الاصدار ديالها 29/6/1937 فهي مطلوبه ومبحوث عنها. فاللي عنده ممكن يبيعها في هذا الموقع هذا ديال سي جي بي، ويتبع الطريقه اللي فايت شرحت في هذا الفيديو هذا، اللي هي طريقه بيع العملات القديمه على موقع سي جي بي. ثالث اغلى عمله معنا اليوم اللي تباعت بثمن كبير على موقع سي جي بي هي هذه الورقه هذه ديال 5000 فرانك ديال البنك المخزني المغربي. هذه الورقه هذه كتعتبر مقراضيه كما كتشوفوا من طرف شركه بي ام جي. هذه الورقه هذه القرض اللي عاطينها هو 64، ومقراضيه كتعني انها دازت مثلا خبره ديال واحد الشركه اللي مكلفه بتقييم العملات القديمه. يعني هذه الورقه هذه موثوقه من خلال هاد المعلومات اللي كتشوفوا هنايا. وهاد الورقه كما كتشوفوا مازالت في حاله جيده وكتعتبر نموذج. ها هي مكتوبه هنا سبيسيمين، والرقم التسلسلي ديالها عباره عن اصفار. هاد الورقه هذه تم التقييم ديالها ب 3600 يورو، اللي هي تقريبا 36000 درهم مغربي، لكن تم البيع ديالها فقط ب 17500 درهم مغربيه. وغادي نختموا باغلى ورقه نقديه مغربيه تم البيع ديالها هاد السنه هذه ديال 2024 على موقع سي جي بي. هي هاد الورقه هذه ديال 5000 فرانك ديال البنك المخزني المغربي. هاد الورقه هذه كذلك هي ورقه سبيسيمين مكتوبه هنا باللون الاحمر، والرقم التسلسلي ديالها عباره عن اصفار. هاد الورقه هذه تم الاصدار ديالها في 1/8/1943، وحتى هاد الورقه هذه مقراضيه كما كتشوفوا، والقراض اللي عطيناه هو 66 من طرف شركه بي ام جي. لكن هاد الورقه هذه راه مازال ما تسالاش لحد الان. فالثمن اللي تم التقييم ديال هاد الورقه به هو 3300 يورو، اللي كيساوي تقريبا 33000 درهم مغربيه، والثمن اللي وصلوا له لحد الان المتزايدين هو 23000 درهم مغربيه. هاد الورقه هذه خلال الايام الجايه مازال غتطلع في الثمن، لان فقط متزايد واحد اللي عطاه الثمن هذا. اذا اللي لاحظنا فان هاد الاوراق هادو ديال الفرنك المغربي لانها تصدرات في واحد الوقت اللي وجيز واللي صعيب باش نلقاوها حاليا في حاله جيده، فهي كتباع بثمن جيد جدا، وخصوصا ان عليها طلب كبير من هواة ومحبي جمع العملات الفرنسيين، حيث بعض منهم كيحاولوا يجمعوا العملات ديال الدول اللي كانت مستعمرهم فرنسا، ولذلك كيعطيو اثمنه كبيره. فنتمنى تكون هذه المعلومات فاتتكم. ما تنسوناش من الدعم ديالكم باشتراك واعجاب بالفيديو، وشكرا على المشاهدة.